الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس في مواصلتنا لمشوار كاس افريقيا للاعبين المحليين الشان المنظم من 3 بلدان تنزانيا اوغندا وكينيا. هي رحلة أسود الأطلس في الأدغال الإفريقية بين 3 بلدان، تقريبا شهر من التواجد في هذه البطولة بالنسبة للمغاربة. بدأوها بمعسكر أسبوع قبل بداية البطولة في نيروبي، ابتداء من مباريات دوري المجموعات وصولا إلى ربع النهائي في دار السلام. الآن مباراة النصف النهائي في أوغندا في العاصمة كومبالا. المنتخب اللي فعلا تنقل بين مشخشخ يلعب في الدار، انطلق ميري لكن بعيدة على مكانه الأصلي، لاعب ارتكاز إلى جانب ربيع حريم. المهدي المشخشخ لاعب فريق الرجاء الرياضي، الكرة البينية خروج المغلوب، توقع جميع السيناريوهات. هذه كرة ميري والسنغالي، هذه الإعادة مجددا. تلعب هذه الضربة الحرة بعيدة مرة أخرى، الضربة الحرة المباشرة. سيسي على جهة اليمنى، لايوس ترفع هذه الكرة والهدف الأول لفائدة المنتخب السنغالي عن طريق اللاعبي لايوس في نهاية المطاف. لايوس يفاجئ الكل، لايوس في الربع الساعة الأولى بضربة رأسية على يمين حارس المرمى المهدي. لحظة تسجيل الهدف إثر ركنية ممتازة بالكعب في اتجاه ميري، ولكن إذا الأمور تكون صعبة ولكن ليست مستحيلة. ترفع هذه الكرة الرأسية بعد ذلك المليوي يبحث عن التسديد، يتهرب ممكن الآن، البينية ممتازة، اضرب جول! عالمي يا صابر يا ابو جرين، عالمي يا صابر، عالمي يا ولد، حطها في الشباك. يا سلام، هنا الكرة على الطرف الايسر ولكن في التسلل. اللقطة الماضية سدد مباشرة، هل يرفع الكرة؟ انا في نظري سيرفع. بالعمري يرفع الكرة الرأسية العرضية، ميري يعطي باس، ميري ناقص اللي ممكن يعطي اكثر في السنوات القادمة، بينما الكرة العرضية المليوي يطرق ابواب الثلاثينات يا العالم. هذه الكرة بولكسوت يعتمد على الكرات الطويلة. اليوم انا امني الكونفدرالية الافريقية بالوفاء هنا عملية المرور، لكن التغطية المراقبة من مباراة المغرب النيجر ضمن تصفيات كأس العالم هذا الملعب الكبير، بينما انطلاقة ميري لكن بعيدة جارية، بينما الكرة العرضية المليوي من أجل إنجاح هذه المباراة ممتازة. أنس باشنسل، أنس يا ميري، اضرب مرة الكرة. ميري لم يطمع في الكرة، ما طمعش في الكرة بهذه العبارة. سنغالية عن ما أحوج الرجاء لحراس من الركنية، نفس طبعا كنت اتكلم على الرجاء والطرف الايمن وبركان الجيش في دوري ابطال افريقيا. العرضيه منتخب السنغالي الدقيقه الاخيره، معابده الركنيه مرفوعه على القائمه الثانيه، الراسيه بعد ذلك يلعبها البينيه. ممتازه الفكره من بابا، التواجد للمرة الثالثة في نهائي كأس ثانية. طبعا تفادي الكرات الثابتة هذا هو المهم. يخرج هنا من الحكم الجنوبي افريقي خطأ في هذه الاثناء. مروان الوادني يرجع للرسمية، هذه فرصتنا الآن، امشي يا بولكسوت، العرضية بولكسوت المليوي يعطيه بسرعة لبولكسوت، العرضية في القائم الأول بنفس لفائدة المنتخب المغربي. بالراس ممكن، ونبقى مع المنتخب السنغالي الآن. المزيد من الكروت الصفراء، هذه الإعادة مرة أخرى تأتي والضربة تأتي، الكرة ممتازة رجل هذه الراسية، ربيع برافو، ربيع بالراس، لا تتمس على القائم الأول، حذاري من هذه الكرة بالراس. خطأ فادح والأحراز سهلة. مرت بهذه الطريقة أخرى. اللقطة هنا اللي طالب فيها عناصر منتخب السنغال باللقطة الثانية. هنا الإعادة مرة أخرى، فالحكم ما هو قرار الحكم الآن يلغي البطاقة الحمراء.
صفراء تلعب الضربة الحرة، تلعب الضربة الحرة، كانت صعبة، كانت رايحة للزاوية 90. محمدي تلعب هذه الركنية بالراس، التغطية بعد ذلك المتابعة من جانب خيري في وسط الميدان. خيري مكان من؟ السنغالية في هذه الأثناء. السنغال على فكرة تقدم أفضل ظل بعض الهفوات التي انتبه إليها. مرفوعة داخل منطقة الجزاء الراسية، ميري هذه الإعادة مجددا، كانت رايحة للشباك من الحارس ديوف، يرسل إلى الركنية. يتغير الأسلوب ولازم نشوفوا المراحل الحاسمة في المباراة. الاستلام رائع، المليويلان في وضعية التسديد، كرة صابر، يا صابر يا صابر، اضرب جول. تقليب العمري، ينسوا بالعمري بعيدة تماما. ممكن 7 دقائق أو 6 دقائق وقت بدل ضايع. مباراة طولة، كرة الآن السنغالية، الدخول يلعبون بشكل مفتوح. السنغاليين حول العرضية هنا كيف دخل، كيف هي الكرة، لكن هنا دقائق تبقت على نهاية الوقت الأصلي. الكرة أمامية تلعب وبالعمري في التنفيذ والعرضية في القائمة. هنا القوة أكثر من التمركز. يا بالعمري خطيرة هذه، أعطاه فرصة أنه يمرر. الكرة ضربت لربي وميري، خيري وميري، وسط الكرة لميري، ميري يرفع